في إحدى المدن كانت الوحوش اجتاحت العالم وبتقتل في اللي قابلها، ولكن كان في شخص واحد قادر يسد قدامهم كلهم بشجاعته، وهو هارو الأسطورة، أقوى مستدعي أرواح والبطل الأقوى في العالم. بينقذ الناس من الوحوش ديت وبعدها بيلحق شوية كمان من الأطفال. بتعدي الأيام عليه والمملكة والعالم كله بقى بيخاف من قوته، بيعملوا له 1000 حساب، وعلشان كده الملوك ما بيعجبهاش الوضع ده، فبيعملوا له مكيدة علشان يقتلوه، وبيخلوا واحدة من الطلاب بتوعه تغدر بيه. هارو في الوقت ده كان واقع على الارض وندمان علشان الناس اللي وثق فيها غدرت بيه. بيقول لو حصلت صدفه واتنقلت العالم تاني فمش هسيب حد يضحك عليا تاني. بيعمل تعويذه على امل انها تنقله العالم تاني، وفعلا التعويذه بتنجح، وهارو بيتولد في عالم جديد. عيلته غنيه جدا وعنده اخين هناك، جراي وسوفت. هتقول لي سوفت وير يا بيستا؟ هقول لك لا، سوفت اخو التاني يا صديقي، احنا هنهزر ولا ايه؟ المهم في الوقت ده كان هارو اتسمى سيكا، وابوه بيشوف الولد اللي اتولد ده عنده طاقه سحريه ولا لا، بيطلع ما عندوش، وجراي بيقعد يضحك عليه وبيقول ده عيل فاشل ملوش لازمه. وسيكا صحيح ما عندوش طاقه سحريه، بس طاقته الروحيه ما حدش هيقدر عليها، وطبعا ابوه الكل مش عارفين ده. بتعدي الايام والواد بيكبر وبقى عنده 3 سنين دلوقتي، واثناء بقى ما كانوا ماشيين في الجنينه بتاعتهم بيقطع شويه ورق كده وبيبدا يستخدم قوته عليه. الورق بيطير فعلا وبيتحول منه شويه لفران وشويه تانيين لغربان، وده علشان يشوف الدنيا ماشيه ازاي في العالم ده. بس فجاه وهو ماشي اخوه جري بيوقفه، بيروح علشان يتنمر عليه، بيضربه، وهوبا بيلاقي الغربان بتاكل في دماغه. اخو سوفت بيسمع صريخه بيجري بسرعه علشان يلحقه، وبيكون مستغرب جدا ازاي الغربان ما هجمتش على سيكا وهجمت على جراي، بس اكيد في حاجه غلط. بعدها بقى بيعدي الوقت بسرعه، وسيكا بقى عنده 7 سنين. كان بيستغل السنين اللي فاتت في مذاكره السحر والبحث في العالم ده، وكان كمان عمال بيعمل حاجات كده اسمها الاياشي، ودي اللي هتخليه يقدر يستخدم قوته من العالم اللي فات. المهم في الوقت ده الباب بيخبط وبتدخل عليه ايفا، بتقول له انا لقيت الجاكيت بتاعك ده في نص الغابه، خد اهوت. سيكا بياخده وبيعرف ان جراي هو اللي رماه فيها. جراي هو كمان بيكون معدي بالصدفه كده، بيشتم في البنت قدام سيكا. الواد بيحاول يدافع عنها، فجراي ما بيسكتلوش، بيقول له انت واحد فاشل معدوم السحر، قاعد فاضي وكل شويه بتضيع هدومك في الغابه، انما انا شخص ناجح وعندي سحر عالي وهنضم لاكاديميه السحر قريب، فعلشان كده لازم تحترمني. سيكا بيسمع الاكاديميه وبيفرح جدا، وبيقرر بعدها انه هيدخل فيها. في الوقت ده بقى ابوهم بينده على جراي علشان ياخده هو وسوفت يعلمهم الرمايه بالسحر. وهو ماشي كده سيكا بينده عليه وبيقول لابوه ينفع اجي اتفرج معاكم؟ ابوه بيستغرب كده ولكن في الاخر بيوافق. بيروح الاربعه على مكان التدريب، وبعدها بيطلع سوفت ويستخدم اول تعويذه ليه، واللي هي تعويذه رياح، بتكون قويه شويه وبيكسر بيها الهدف اللي قدامه. بعدها بقى بيجي الدور على جراي، وبيطلع هو كمان علشان يستخدم تعويذته، بيعمل تعويذه نار عاديه وبيحرق بيها الهدف اللي قدامه. ابوه بعدها بيقول له عاش عليك، وبيكونوا خلصوا خلاص هيمشوا. بس جراي بعدها بيستهزأ بسيكا كده وبيقول له طالما ما هو هنا ما تخليه يعمل اي حاجه كده، هو كده كده مش هيعرف يعمل، بس اهو نضحك عليه شويه. سيكا بيتعصب من كلامه، ما بيستناش ابوه يقول له حاجه وبياخد العصايه من ايده، بيستخدم طاقته الروحيه، بيطلع نار زرقاء ما حدش شافها قبل كده، بيدمر الهدف بيها، وحرفيا الكل بيتصدم، وحتى جراي كمان كان هيموت من الصدمه يا صديقي. المهم سيكا بعدها بيقول لابوه انا حابب اتعلم السحر، عاوز ادخل مدرسه للسحر انا كمان. ابوه بيقول له ما ينفعش، مفيش حد ما عندوش طاقه سحريه نفع في مدرسه السحر قبل كده، انت لازم تشيل الموضوع ده من دماغك. فسيكا بعدها بيقول له تمام. بيعدي الوقت بسرعه وسيكا بدا يتعلم ويراقب كل حاجه حواليه. ابوه بيشوفه وهو بيتعلم السحر وبيكون مستغرب جدا. المهم بقى في احدى الايام بالليل سيكا كان قاعد كده بيعمل اياشي علشان يجرب يستدعي بيها وحوش هو كان متعاقد معاها في حياته السابقه. بيجهز واحد من الاياشي فعلا وبيستدعي اضعف واحد في الوحوش ديت. التعويذه بتنجح وبتطلع البنت دي واسمها يوكي بالمناسبه، بتتعرف على سيدها في ثانيه وبتاخده بالحضن. سيكا بيقول لها انت صغيره كده ليه؟ هو في حاجه غلط ولا ايه؟ البنت بعدها بتقول له معرفش، فالواد بيقول يمكن ده تاثير العالم الجديد عليك ولا حاجه، بس ما علينا يعني، طالما نجحت اجيبك يبقى هعرف اجيب غيرك. بيكون لسه هيرجعها، فالبنت بتتحول لثعلب صغير كده وبتستخبى في شعره، بتقول له خليني معاك انا زهقت من العيشه جوه. فسيكا بيقول لها خلاص تمام. وتاني يوم بقى في الطرقه كان جراي عمال بيهزق في ايفا علشان دلقت الميه على هدومه. سيكا بيسمعهم وبيشوف هو ناوي على ايه، بيلاقي جراي بعدها بيعكسها وبيقول لها تعالي عندي الاوضه بالليل. فسيكا ما بيسكتلوش، بيبعدها عنه. جراي بيتعصب بيضربه على اخره، بس سيكا بيصد هجومه بكل سهوله، فجراي بيتحرج وبعدين بيمشي. بعدها بقى ايفا بتشكره علشان انقذها وبتقول انا عاوزه اوري لك حاجه كده في الحديقه. بتاخده على هناك، بيلاقي وحش صغير ضعيف جدا خلاص شكله بيموت. ايفا عاوزه تنقذه بس مش قادره تعمل حاجه. وقتها بقى سيكا بيقول لها خلاص انا هتصرف
اتصرف، بس ضيري وشك بس كده علشان انا بتحرج اعمل اي حاجه قدام حد وما بعرفش اركز. فبتقول له تمام. بيطلع بعدها واحد من الاياشي بتوعه بيبدله بجسم الحيوان ده وبيشفيه من كل اصاباته. بينده عليها بعدها وبيقول لها خلصت. البنت حرفيا اتصدمت، بتقول له هو انت عندك سحر الشفاء كمان ولا ايه؟ سيكا بيقول لها حاجه زي كده، بس مش هتقولي لي بقى انت بتشوفي الارواح من امتى؟ ايفا اتلبخت كده وقالت له انت تعرف منين اني بشوفهم؟ سيكا قال لها انا شفتك كذا مره وانت بتتابعي الارواح بعينك، بس اعتقد انك بتشوفي اكتر من كده. هو انت ايه اللي بتشوفيه بالظبط؟ البنت عرفت انه خلاص قفشها ولازم تعرفه بكل حاجه. بتقول له بعدها انا بقدر اشوف الارواح وخاصه الجنيات، وهم كمان اللي كانوا عرفوني بمكان الجاكيت بتاعك في الغابه قبل كده. سيكا بيتصدم، بيقول لها والارواح ديت بتسمع كلامك يعني؟ البنت قالت له هم ما سمعوش كلامي غير مره واحده لما كنت بغسل الهدوم قبل كده. سيكا عجبه الكلام، قال انا كنت طول عمري عاوز حد يكون بيتحكم في الارواح قريب مني، بس ما تخيلتش الاقيها بالسرعه ديت. البنت دي لازم تفضل معايا. بيقول لها بعدها بص كده يا ايفا، انا هطلع نار وانت حاولي تخفيها بارواحك. فالبنت ما كانتش فاهمه كده ولكن قالت له تمام. سيكا بيستخدم قوته فعلا وبيطلع لها نار. بيقول لها اطفيها بقى. ايفا بتحاول تطفيها، بتقول لها اطفي بعد اذنك يا نار يا حلوه. النار ما بتطفيش. ايفا بتقول لها اطفي تاني، النار برضو ما تطفيش. البنت بتزعق فهوب النار بتطفى. الواد بيفرح جدا وبيعرف انها عندها الموهبه اللي هو عاوزها. بيقضي باقي الوقت معاها بقى يعلمها في القوه بتاعتها، والبنت بدات تتعلق فيه جدا. بيعدي الوقت بسرعه. سيكا كبر وبقى عنده 13 سنه. محدش بيحتفل بعيد ميلاده كالعاده يعني علشان هو مش ابن شرعي والكل بيتجنبه. كان ماشي في القصر مره كده وراجع على اوضته علشان يتعلم شويه حاجات. بيقابله اخواته الاتنين وهو ماشي كده. جيري بيرخم عليه كالعاده، ولكن مره واحده اتنين من الخدم بيدخلوا عليهم مرعوبين. بيقولوا لهم في وحش عملاق هجم على المدينه من شويه، ابوكم كان هناك وضربه بسحر النار وبعدوا عنهم، بس للاسف الوحش ده متجه الى مكان القصر ولازم نهرب من هنا. العيال اترعبت ولكن فجاه الوحش وصل. جيري اول لما بيسمع صوت الوحش بيخاف وبيطلع يجري يستخبى. سوفت هو كمان كان قلقان وامر الكل بالاختباء ومحدش يطلع يواجهه. بيبص كده على سيكا جنبه ما بيلاقيهوش، بيلاقيه بيجري ناحيه بره علشان يقتل الوحش ده. الواد بيترعب جدا وما بيكونش عارف يعمل ايه. وبره بقى كانت ايفا واحده تانية من الخدم محاصرين من الوحش ده. سيكا بيشوفهم وبيكون رايح علشان ينقذهم، ولكن ايفا بتستخدم سحر النار على الوحش وبتبعده عنهم. بتاخد بعدها الخدامه التانية وبتروح بعيد عن الوحش. سيكا كان بيتفرج عليها وبيعجبه شجاعتها. بيندع على الوحش بعدها وبيقول له تعالى هنا يا عجل انت. بيجرجره لحد نص القصر والكل بيتفرج عليه. الوحش بيهجم على الواد والكل خلاص فكر انتهى. سوفت عمال بيصوت، متخيل بقى ان سيكا ينتهي ويحصل له حاجه يا صديقي. لا والله، الواد بيستخدم تعويذه ناريه قويه ممزوجه بالسم وبيخلص على الوحش ده. الوحش بيقع على الارض مهزوم والكل كان بيتفرج وشاف المشهد مستغربين ازاي قدر يهزم الوحش بضربه واحده. محدش مصدق عينه. ايفا هي كمان استغربت جدا وفرحت من اللي عمله. وبعدها الكل هتف باسم سيكا وكانوا فرحانين منه جدا. ومن هنا هتبدا متعه الانمي. في الوقت ده بوسيكا كان وصل على البيت وشاف ابنه وهو هازم الوحش العملاق لوحده. اخده جوه، عمل وليمه احتفال بالانجاز بتاعه. قال لي سيكا انت عملت انجاز محدش في سنك قدر يعمله قبلك ولازم تاخد مكافاه على كده. قول لي اللي انت عاوزه. سيكا بيشكر ابوه على كلامه وبيقول له طالما هتديني مكافاه فانا عندي طلب بسيط. بص يا بابا، انا خدمت عيلتنا هنا بصفتي ساحر وقدرت احمي القصر والناس اللي فيه، بس مهما كنت جامد والناس ما عرفتش بقوتك فانت كده مالكش لازمه. انا عاوزك تسمح لي ان اروح واقدم على المدرسه السحريه علشان اقدر افيد ناس اكتر واخدم الجمهوريه كلها. ابوه بعدها بيتاثر من كلامه، بيقول له تمام موافق. سيكا بيقول له انا عندي كمان طلب. الاب بيقول له ايه تاني؟ قال له انا عاوزك تسمح لايفا انها تيجي معايا المدرسه بصفتها المرافقه بتاعتي. ابوه بيقول له بس هي ما عندهاش سحر يا ابني ومش هيرضوا يقبلوا بيها. سيكا قال له لا مفيش الكلام ده، حتى تعالي كده يا ايفا. بياخدها بره على البلكونه، بيقول لها لو انت عاوزه تيجي معايا يبقى لازم توري لهم سحر ناري اسطوري والا همشي وهسيبك. البنت بعد ما عرفت انه ممكن يتخلى عنها اترعبت، بتجمع قوتها كلها وبوم بتعمل سحر ناري بيصدم الكل وبيبهرهم. سيكا بعدها بيبص لابوه كده وبيقول له ها قلت ايه؟ الاب قال له خلاص تمام موافق. بس مره واحده جراي بيقوم وبيزعق، بيقول لابوه انت ازاي بتوافق تخلي الواد ده وعبدته ينضموا للمدرسه؟ انت ما تعرفش ان عيلتنا ما بتدخلش غير ولد واحد بس ولا ايه؟ انا مش هسيبه ينضم على الاكاديميه معايا. ابوه قال له مين قال لك انك هتروح على هناك؟ انت هتدخل الجيش ومش هتبقى ساحر. انا كنت مراقبكم كلكم طول السنين اللي فاتت، وعلى عكس سيكا انت كنت ماشي تتباهى بسيفك وما جربتش تتعلم السحر ولا اي حاجه. جراي بيتعصب وبيزعق على اخره، بيقول لسيكا انا مش هسيبك تاخد كل حاجه مني، انا بتحداك ولو فزت عليا هسكت ومش هتكلم تاني، بس لو انا فزت عليك فانت هتاخد البنت دي معاك ومش هتدخل البيت ده تاني. سيكا بيوافق والاب بيقول لهم موعدكم بكره هتتبرزوا قدام عينيا والفايز هيمشي كلامه على الخسران. فالعيال بتقول له تمام. بعدها كل واحد فيهم بيروح على اوضته وسيكا كان بيجهز
بيجهز شويه قش كده لبكره. بيدخل عليه سوفت وهو قاعد وبيقول له انا عارف اني اتاخرت عليك بس عيد مبارك عليك يا سيكا، جبت لك هديه كمان يا رب تقبلها. سيكا بعدها بيفرح جدا علشان دي اول مره حد من عيلته يديله حاجه. سوفت بعدها بيقول له انا كنت دايما ما بقربش منك علشان مش عارف اقول لك ايه، بس لما لقيتك خلاص ممكن تروح على اكاديميه جيت وعطيت لك القلم ده علشان هتحتاجه هناك. سيكا بعدها بيتاثر جدا وبيشكره، بيقول له لا ولا يهمك. سوفت بعدها بيقول له حاجه تانية، بيقول له لو سمحت بتساهل مع جري شويه، هو عصبي بس صدقني هو طيب من جوه. فسيكا بيقول له تمام وبعدها سوفت بيمشي. سيكا بعدها بيقعد في اوضته كده بيجهز لبكره، ولكن مره واحده بيلاقي الشباك بيتفتح، جري واقف تحته وبيقول له لو انت راجل تعالى واجهني دلوقتي. سيكا بينزل له وبيقول له انت مش قادر تستنى لبكره ولا ايه؟ جري قال له بالظبط كده، وانا هكسرك هنا ودلوقتي، وابوك بكره يعرف انك انسحبت علشان خايف مني. بيجمع قوته، بوم بيضربه بتعويذه ناريه كبيره جدا، فرحان باللي عمله وبيقول له اتحرق بناري بقى. وهوبا مره واحده بيلاقي سيكا واقف ما حصلوش اي حاجه. بيقول له طب كنت زودها طاقه شويه دي ضعيفه قوي. جري بيترعب، بيجمع سحر الرياح تاني، بدا في الهجوم عليه بكل شراسه. سيكا عمل درع حوالين نفسه وقال له لما تخلص يبقى قول لي. جري عمال يحاول بس اخرك فاضي يالا. سيكا بعدها قال له تعالى بقى اوريك الهجوم الحقيقي. بيستخدم واحد من القاشي بتوعه على جسمه، بيستحوذ عليه، بيلو دراعه. الواد بيصوت. سيكا بيقول له ما تقلقش مش هكسره، لسه هيزود ضرب عليه شويه. جري ما بيستحملش وبيغمى عليه من الوجع. يوكي بعدها بتطلع وبتقول له هو انت هتسيبه بعد ما شاف قوتك كده وما تقتلوش؟ سيكا قال لها ايوه انا وعدت سوفت بكده. وبعدها بياخد الواد وبيرجعوا جوه. ولكن انت متخيل ان كل اللي حصل ده كان صدفه يا صديقي؟ لا والله. فسيكا اصلا كان في الغابه في يوم كده بعد ما بحث عن كل الوحوش القريبه منهم، وعرف ان الوحش الاحمر ده في مكان قريب من هنا. فتح بوابه كده لاحدى الوحوش بتاعته، كلمه قال له انا عاوزك تروح على الجبل ده وترعب الوحش اللي هناك. والوحش ده سيكا كان عارف ان ابوه هيبعده عن المدينه وهيتجه ليهم، والواد طبعا هيخلص عليه قدام الكل وهيستغل الفرصه ديت علشان يلتحق بالمدرسه السحريه. ده بعد ما ابوه قال له لا جامد يالا. المهم بعد 6 شهور بقى بيحين موعد الالتحاق بالمدرسه فعلا. بيودعهم اخوه الكبير وبعدها بينطلق في العربيه ديت. ولسوء حظه هو لسه عنده دوخه اول لما بيركب العربيات وبيحس انه مش تمام يعني. ما علينا. المهم بقى في الاوقات ديت كان ابوه بيراقب الوقت وبيعرف ان سيكا خلاص قرب يوصل على العاصمه. بيفتكر ذكرياته قبل 12 سنه لما في واحده جابت له الواد ده وقالت له ان ده ابن اخوك. لسه ما لحقش يستفسر منها على حاجه فالبنت سابت الواد ومشت. وهنا الاب بيستنتج ان سيكا هيورث من اخوه قوته ويمكن يكون اقوى كمان، فعلشان كده وافق انه يروح على اكاديميه السحر على امل انه يحب المكان هناك ويكون بطل قومي. وبالفعل في الوقت ده كان سيكا وايفا وصلوا على البيت اخيرا، والواضح انه تعبان جدا. بيقول لي ايفا ترتاح علشان هيقدموا على المدرسه بكره. بترتاح فعلا. وتاني يوم بيجهزوا علشان يروحوا على المدرسه. بيوصلوا على مكان التقديم وهناك بيقابلوا بنت كده شعرها احمر واسمها ميرا، وسيكا بيشبه عليها وبيحس ان فيها شبه من تلميذه ليه في العالم اللي فات. المهم ما علينا يعني. بعدها بقى بتبدا امتحانات قبولهم في مدرسه السحر ديت. بيعملوا لهم امتحان كتابي وثم اخيرا اختبار القوه السحريه. بيجيبوا لهم كام هدف كده محمي بطبقه خارجيه لعنصر معين والمفروض العيال تجرب عليه يعني. بيطلع كل الاطفال وبيبداوا يستعرضوا مهاراتهم، وكان كل الطلاب عندهم عنصر واحد بس لحد لما اخيرا بيجي دور ايفا. بتروح على لوح عنصر النار كده وبوم بتولع فيه بسحرها الاسطوري، وكل الطلاب طبعا بيندهشوا منها. بتطلب من الممتحن تعدي على الهدف اللي بعده وبتصدم الكل بسحر الرياح بتاعها. ده حتى الهدف اتدمر. سيكا في الوقت ده ما كانش عارف انها بتستخدم سحر الرياح اصلا، وكان فرحان منها جدا علشان اخيرا شغلت دماغها. بيجي اخيرا دوره وبيطلع قدام حجر النار كده وبيكسره. بيعدي على اللي بعده بيكسره، بيعدي على اللي بعده بيكسره، وبيعدي على لا خلاص 3 كفايه يا صديقي، هي روايه ولا ايه؟ الكل وقتها بيتصدم من قوته وبيعرفوا انه مش شخص عادي. ايفا هي كمان كانت فرحت له جدا والاتنين بقوا في قمه السعاده. بعدها بفتره بقى نتيجه الاختبار بتظهر وسيكا وايفا بينجحوا في الاختبار، بس البنت كانت اعلى منه. يا بختك الميل يا سيكا. ولكن المفاجاه الكبيره اللي طلع الاول عليهم كانت ميرا، ودي البنت اللي قابلوها في الاول. المهم بيتعمل لهم احتفال بنجاحهم في المدرسه وكل الطلاب بتروح عليه. ولكن وهم ماشيين كده سيكا بيحس بحاجه غريبه في الغابه. بيروح عليها بيشوف دايره سحر عملاقه، بيحس بحاجه هناك وبيطلع شويه من القاشي بتوعه يراقبوا الحته ديت. بعدها بقى بيوصلوا على القاعه وبيطلع الاكل بسرعه وبياكل. بيقول لي ايفا الحقي كل انت كمان قبل ما العركه تبدا. البنت مش فاهمه حاجه وبتقول له تقصد ايه؟ ميرا في الوقت ده بتطلع علشان تشجع باقي الطلاب، وده لانها الاولى عليهم. بتتكلم وبتحاول تنصحهم بكل شجاعه، ولكن فجاه الباب بيتكسر. بيظهر وحوش شيطانيه في المكان ده. العيال بتترعب وبتجري. شويه بيحاولوا يضربوا الوحوش ديت ولكن ما بيعرفوش. ميرا ما بتسكتش ليهم، بتطير عليهم علشان تقتلهم. وقتها سيكا بيلاحظ ان في وحش عند الدايره السحريه، بيقرر يروح وراه ويقتله. ايفا
بتقول له انت هتروح فين؟ قال لها هروح في حته كده ثواني وهرجع لك، خليكي هنا جنب ميرا، ولو حسيت ان الموضوع مش امان اهربي. وبعدها بيسيبها ويمشي. بيوصل على مكان الشيطان وعمال يغني له، بيقول له ما هو انت يا اما بختك مايل او بختك مايل، مفيش حل تاني، انت عارف اني مش هرحمك صح؟ الشيطان بيرد عليه وبيقول له انت جاي لوحدك؟ ما هو اكيد انت اهبل علشان مفكر انك هتعرف تهزمني. سيكا بيقول له هتشوف دلوقتي مين فينا اللي اهبل. الشيطان بيطلع شويه من الحديد وبيحدفهم عليه، الواد بيصد الهجوم بسهوله. الشيطان بدا يزود في هجومه اكتر، بيطلع 3 من اتباعه بيهجموا على سيكا بكل قوتهم. الواد بيخلص على 2 منهم، بياخد التالت ده بيقول ده ذكرى بقى خليه معايا. الشيطان بعدها بيتعصب منه، بيقول له انا لازم اواجهك بكل قوتي بقى. سيكا بيقول له تمام، وبيحاول يهجم على الشيطان بكل قوته ولكن ما بيقدرش يعمل حاجه. الشيطان بعدها بيحتفه بسيف من بتوعه كده وبينجح يعوره في وشه. سيكا لسه ما لحقش يتفادى الهجوم وبيلاقي الشيطان وراه، ضربه قطع دراعه. الواد بيجيب دم من كل ناحيه. بيقول للشيطان قول لي انت بتعمل كده ليه؟ وايه اللي انت عاوزه بهجومك على المدرسه؟ الشيطان قال له كدليل على شجاعتك هقول لك على كل حاجه، احنا جايين هنا باوامر قتل البطله، بنت بشعر احمر قصير وعندها قدرات مش عاديه، ويقصد ميرا بالكلام. سيكا بيقول له انت ايه اللي عرفك انها البطله؟ الشيطان قال له دي اوامر من قائدي الاعلى ولازم تتنفذ وقتي. سيكا بيقول له تمام، وبيهجم الاثنين على بعض بالهجوم الاخير بتاعهم، والشيطان بينجح يخلص عليه. بيكون لسه ماشي رايح ورا ميرا علشان يقتلها، وبوم بيلاقي سيكا وراه. بيقول له على فين يا باشا؟ ده احنا لسه بنسخن. الشيطان بيستغرب من اللي حصل، بيحدفه بسكينه تانية وبيقتله تاني، ولكن سيكا بيرجع له تاني. بيقول له مجهودك كله على الفاضي، انا هقول لك انا بعمل ايه، انا بنقل اي ضرر بيحصل لي لواحد من الاياشي بتوعي، وما تقلقش هخلص عليك دلوقتي. الشيطان بعدها بيتعصب وبيقول بشري ما يعرفش قيمته، لازم تموت دلوقتي. بيقرر استعمال كل قوته، بيهجم على الواد بكل شراسه. سيكا بيفادي هجومه وبيضربه بتعويذه بتغرقه. الشيطان بيستخدم الانتقال الاني وبيظهر وراه، ولكن سيكا كان عارف وبيستدعي وحش بيكهربه. الشيطان ما بيستسلمش برضه، بيروح ورا سيكا وبيرشق ايده في بطنه. تخيل بقى انه هيموت يا صديقي. لا والله. الواد بيثبته وبيقول له مجهودك ده على الفاضي. الشيطان بعدها حس انه اتحاصر وبيقول لو كانت كده فانا لازم اخلص عليك لحد لما الورق بتاعك ده يخلص. سيكا بيقول له تقصد ده؟ للاسف مش هيخلص، بس احنا لعبنا بما فيه الكفايه، لازم تموت دلوقتي. بستخدم واحد من العاشي بتوعه، بستدعي تنين عملاق. الشيطان اول لما بيشوفه بيترعب، بيحس ان دي نهايته. التنين بيهجم عليه وبوم اكله. الشيطان حاول يعافر على اخره، بس اخرك فاضي اصلا، دي كانت نهايتك. الشيطان بعدها بيموت وسيكا بيقرر يرجع على الاكاديميه. بيرجع فعلا، بيلاقي ميرا خلصت على كل الوحوش اللي هناك، وايفا هي كمان كانت بخير، والطلاب كلهم برضو بخير. ولكن في حاجه غريبه، سيكا بيلاحظ ان الناس بدات تخاف من ميرا علشان قتلت كل الوحوش ديت لوحدها، ونظراتهم كمان ناحيتها اختلفت. فبيقرر بعدها انه يساعدها، وبيحس انها الشخص اللي هيستخبى في ظله. بعدها بفتره موعد المدرسه بيبدا، وسيكا وايفا بيكونوا رايحين على فصلهم. بيشوف ميرا تاني يوم وبيحاول يتكلم معاها، بس البنت ما عطتلوش وشه وسابته ومشت. بعدها بشويه واثناء ما كان سيكا وايفا ماشيين، بيلاقوا بتاعه كده بتقع عليهم، ولكن الواد بيتفاداها. المدرس اللي كان بيطلع البتاعه ديت بيعتذر منهم على كده، وبيقول لهم وقعت مني بالغلط. سيكا بيبص له كده وبيحس ان الراجل ده وراه حاجه، وبعدين بيكملوا طريقهم. المهم بعدها وهم في الفصل، المدرسه بتقول لهم في مهمه معموله لاعلى 2 جابوا درجات قبول، وهي استكشاف الغابه واحضار بعض الاشياء منها. وطبعا بتختار ميرا وايفا علشان هما الاثنين جابوا اعلى الدرجات. سيكا بعدها بيسال المدرسه وبيقول لها لو ايفا ما وافقتش تروح ايه اللي هيحصل؟ قالت له فانت اللي هتروح بدلها. الواد قال لها خلاص تمام، وخلى ايفا ترفض تروح على الغابه وهو يروح بدلها. وطبعا هو بيعمل كده علشان يقرب من ميرا اكتر ويظبط علاقته معاها. المدرسه وقتها قالت له السلوك بتاعك ده مش هينفع يا استاذ سيكا. الواد رد عليها بسرعه جدا، قال لها بصي كده، دي مهمه استكشافيه خطيره وانا ما اقدرش اسمح لايفا انها تروح لوحدها. فالمدرسه بعدها بتوافق، وخلاص كده هيروح هو وميرا على الغابه. بعد الحصه بقى ايفا بتسال سيكا عن سبب عملته ديت، بتقول له هو انت معقوله تكون بتحبي ميرا؟ هي برضو جميله ورفيعه وشعرها ناعم. سيكا قال لها لا مفيش الكلام ده، ولكن انا متاكد انها في يوم من الايام هتكون الاقوى، وانا هروح معاها بس علشان اساعدها واكتشف برضو شخصيتها. البنت وقتها بتفرح جدا وبتقول له طب خد بالك من نفسك. فبيقول لها تمام، والبنت كانت في قمه السعاده. وتاني يوم بقى بيجهز الاثنين وبينطلقوا الى الغابه من اجل استكشافها. كانوا قاعدين يتكلموا في شويه حاجات كده ملهاش لازمه، لحد لما بيلاقوا شجره كده. الشجره ديت معمول عليها دايره سحريه، اول لما بيقربوا منها الدايره بتتفعل وبينتقلوا جوه مغاره كبيره. شويه سحالي بتهجم عليهم بسرعه، ولكن ميرا بتكسر دماغهم، بتحرق الباقي. غول عملاق بيهجم عليها من ظهرها وكان خلاص هيقتلها، بس سيكا بيلحقها منه. وشكل البنت متعوده على القتالات ديت ولا ايه؟ بيكملوا ماشي جوه النفق ده علشان يشوفوا اي حاجه او يعرفوا مكان
مكان الخروج. سيكا بعدها بيعمل نور قدامه بالاياشي بتاعه علشان يشوف هيمشوا ازاي. بيوزع شويه من الاياشي برضه على المغاره ديت علشان لو اي حد من الاياشي اللي بره قرب منهم يخرجوا بسرعه. بيفضلوا ماشيين لفتره لحد لما بيحسوا بوحوش كتيره داخله عليهم. ميرا بتهجم على 3 منهم بسرعه وبتكسرهم في ثانيه، بس واحد من الوحوش ديت بيكون لسه عايش. بيديلها بوكس بيريحها. بيروح بعدها علشان يقتلها، ولكن سيكا بيضربه هو واخواته. وحوش كتيره بتهجم من كل مكان والواد مش عارف يستخدم قوته قدامها. بيستغل انها اغمى عليها من هنا وبيستخدم احدى الاياشي الاقوياء بتوعه من هنا. بيطلع دوده كبيره جدا بتكسر كل الوحوش ديت في ثواني، وده لانها تحت الارض بتكمن قوتها. وبعد شويه بقى البنت بتفوق، بتلاقي جسمها كله اتعالج والوحوش كمان اتهزمت. بتستغرب من قوه سيكا وبتساله عليها. الواد ما بيرضاش يقول لها على حاجه وبيتوه في الكلام. ميرا بعدها دماغها بتوجعها كده وبيجي لها صداع مزمن. سيكا بيستغرب ازاي الصداع ده بيجي لها وهو لسه اصلا معالج جسمها كله. بيشك ان في لعنه عليها وبيفعل حاجز كده لمنع اللعنات، وفعلا الصداع راح من عليها والبنت بقت تمام. بياخد منها شعره كده وبيربطها في احدى الاياشي بتوعه وبيقول لها ما تقلقيش كده اللعنه مش هتجيلك تاني. البنت بتستغرب من قوته وبتساله عن سرها. سيكا بيقول لها دي تدريبات خاصه في عيلتنا ومش هعرف اقول لك عليها، وهو طبعا ولا في تدريبات ولا نيله، بس هو ما بيثقش في حد في العالم ده لسه. بيقول لها بعد كده احكي لي عن نفسك شويه. البنت بتحط وشها في الارض وبتبدا تحكي له. بتقول له من وانا صغيره كنت دايما بروح في مغامرات مع النقابه، كنت بحب القتل والقتالات جدا وما بحسش بفرح غير وانا بعملها. مره كنت في مغاره مع مجموعه من الصيادين والمجموعه ديت كانت قويه جدا، ولكن بسبب الوحوش مات نصها والنص التاني كان مجروح ومتعور. كل الناس كانت خايفه ومرعوبه، ولكن انا كنت في قمه السعاده. وقتها بقى ومن يومها الناس بتتجنبني، محدش بيقرب مني. انا عارفه ان كده مش طبيعيه، بس انا دلوقتي بحاول اتغير ويمكن في المدرسه دي اقدر اتغير فعلا. سيكا وقتها اتاثر بقصتها جدا علشان فيها شبه كتير منه قبل كده. قال لها ما تقلقيش من حاجه، انت طبيعيه وزي الفل كمان، بس انت اتولدتي مع ناس جبانه مش اكتر. المكان اللي المفروض تكوني فيه لسه ما تعرفيهوش، فشد حيلك بقى وما تقلقيش من حاجه، انا جنبك. البنت وقتها بتتاثر من كلامه وبتشكره عليه. بيقرروا بعدها يكملوا المغاره وبيبداوا قتل في كل اللي يقابلهم. بيخلصوا على كل الوحوش وبعدين بيوصلوا على زعيم الدور واللي لازم يقتلوه علشان يلاقوا مخرج او يعرفوا يطلعوا من هناك. ميرا في الاول كانت قلقانه جدا وقررت انها ما تقتلوش، بس الواد بيشجعها. بيقول لها ادخلي بس وانا معاكي وما تقلقيش هنخلص عليه مع بعض. البنت بعدها بتفرح من كلامه، بتدخل على الوحش بكل شراسه. سيكا بيبدا الهجوم عليه بسرعه ولكن الوحش ما بيتاثرش، بيحدفه بسم من بقه. ضربات ميرا ما بتاثرش عليه هي كمان، وشكل الوحش ده قوي جدا. وقتها سيكا بقى بيطير في الجو كده، بيحدفه بعمود حديد في بقه وبيغرزه على الارض. ميرا هي كمان بتهجم عليه وبتحرقه من هناك. العمود ده بيتفجر وحرفيا الوحش خلاص بينتهي. البنت بتستغل الفرصه وهوبا طريق السلام انت. الوحش بيموت والبنت بتجري على سيكا وبتحضنه، فرحانه جدا علشان هزمت وحش قوي كده ومش مصدقه اللي عملته، وشكلها مجنونه بالقتالات فعلا يا صديقي. المهم بعدها بقى بياخدوا السيف الهديه بتاع المغاره والخاتم ده كمان. بيلاقوا المخرج وبعدها بيخرجوا على الاكاديميه. بيرجعوا للمدرسه بيحكوا للمدرسه عن كل حاجه حصلت معاهم، وبعدها سيكا بيسيبهم وبيمشي. بيروح على مكان المدرس ده وبيقول له عامل ايه يا مستر؟ زمانك زعلان علشان ميرا ما اتقتلتش في المغاره ولسه عايشه صح؟ المدرس بيستغرب من كلامه، بيقول له تقصد ايه يا سيكا؟ الواد بيرد عليه وبيقول له انا كنت مستغرب ازاي دايره سحريه كبيره تتعمل في فناء المدرسه ومحدش ياخد باله. كان كل حوارك انك بتحاول تقتل ميرا باستخدام الوحوش او تخلي جسمها يبقى عليه دم بعد هزيمتهم ليها، وكده كده انت في كلتا الحالات كسبان. فبسبب دم الشياطين ده انت عملت عليها لعنه بتخليها يجي لها صداع بيفضل يزيد لحد لما يقتلها، صح ولا ايه؟ المدرس قال له ده انت جامد بقى وعرفت كل حاجه اهوت، بس مش كده البنت هتموت باللعنه ولا ايه؟ سيكا قال له للاسف لا، اللي انت لعنته هو الاياشي ده، وانا اصلا شلت اللعنه من على ميرا. وازيدك من الشعر بيت ادي الشيطان اهوت اللي دمه هيلعني. بيقتل الشيطان ده وبيخلي جسمه يبقى عليه دم من بتاعه. بعدها بيبدا يرتل احدى تقنياته الاسطوريه، تقنيه الاسترداد، والتقنيه ديت بتخلي اي حد لعنه او اذاه ترتد عليه اللعنه بتاعته وبصوره مضاعفه وتقتله كمان. المدرس وقتها كان مرعوب جدا من الكلام اللي بيسمعه، خلاص هيعملها على نفسه. بيزعل اخره وبيقول له انت مين؟ سيكا ما بيردش عليه. اللعنه بعدها بتصيبه، بيموت بشكل وقتي وشكل الوضع اخر جمدان. بعدها بقى واثناء ما كانوا ماشيين يوكي بتساله هو عارف ازاي ان المدرس هو اللي عمل كده. سيكا قال لها في واحده من الاياشي لحظه رحيق لظهر على كتفه،
والرحيق ده موجود عند مكان الدايره السحريه، فعلشان كده عرفت ده ايه الحلاوه ديت. بعدها سيكا بيروح على ايفا وبيعطيلها الخاتم اللي لقاه في المغاره. البنت بتفرح جدا بيه، كانت في قمه السعاده. بتعدي ميرا جنبهم كمان شويه كده والواد بينده لها، ما بتعبروش كالعاده، وبتروح تتكلم مع ايفا بداله، وشكلها محروقه شويه يا صديقي. المهم بعدها الامور بتمشي تمام، والشياطين ما عادش بتهجم على المملكه، والعيال بتنتقل لسنه تانية. واثناء الاحتفال ببدايه العام الدراسي الجديد، نائب مديره المدرسه بيدخل على سيكا واصحابه وبيقول له المدير عاوزاك انت وايفا حالا دلوقتي. الواد بيقلق كده، ولكن بيروح علشان يعرف هم عاوزينه ليه. بيوصل هناك فعلا، وبيلاقي المديره بتاعه المدرسه ست عجوزه جدا وقصيره كمان. بيسالها على طول عن سبب طلبها ليهم وهم هنا ليه اصلا. المديره بتقول له بص كده، انا عاوزاك تشارك في بطوله سحريه معموله في احدى المدارس الخاصه. المدرسه بتاعتنا كسبت حق المشاركه باتنين من طلابها، وانا اخترتك واخترت معاك البنت دي، واسمها ميبل بالمناسبه، ودي طالبه جديده لسه منضمه هنا ولكن قويه جدا. سيكا بيقول لها طيب لو انا ما قبلتش اروح هتعملوا ايه؟ قالوا له يبقى ايفا هي اللي هتروح بدالك. الواد بيقول لها خلاص انا رايح، وبعدها بيسيبها ويمشي. بيحكوا كل اللي حصل لميرا، والبنت كانت متعصبه جدا، وده لانها ما اختارتهاش هي واختارت سيكا. قال ايه مفكره نفسها اقوى منه. الواد بيقول لها انا استغربت برضه، وسالتها انت عملت كده ليه، بس ما اخدتش منها رد مقنع، وحاسس ان الحوار في إنا. بعدها بقى بيخلصوا اكله وبيطلعوا علشان يمشوا، وميرا وهي ماشيه كانت لسه متعصبه برضه، وعماله بتقول انا عاوزه اشارك. بتسمعها ميبل من وراها، وفجاه بتكلمها بتقول لها انت عارفه هما ما اختاروكيش ليه؟ ميرا قالت لها ليه؟ ميبل قالت لها علشان انت ضعيفه مش اكتر، لو انت بالقوه اللي بتتكلمي بيها ديت كانوا زمانهم اختاروكي، بس انت مجرد ضعيفه. ميرا بتتعصب من كلام البنت دي، وبتقول لها تمام قوي كده. بتندى على اتنين بيتخانقوا بالسيوف بتاعتهم، وبتاخدها بتقول لها امسكي السيف يلا علشان اعرفك مين فينا الضعيفه. سيكا بيقف حكم ما بينهم وبيجهزهم للقتال. ميرا بتهجم بسرعه عليه على ميبل ومش مديها فرصه، بس ميبل بتقوي سلاحها، بتضرب ميرا وما بترحمهاش. البنت مهارتها عاليه جدا، وبتقدر تفوز على ميرا وبتخسرها. بترمي لها السيف بعدها، وبتقول لها انت خسرتي برضه علشان ضعيفه، وبعدها بتكمل طريقها. ميرا وقتها كانت زعلانه جدا وما بترضاش تتكلم، وبتقرر تروح على العاصمه معاهم وتتفرج على المباريات علشان تعرف ايه اللي ناقصها. وبالفعل تاني يوم بيجهز الاربعه فعلا وبيركبوا العربيه سوا. بيوصلوا اخيرا على العاصمه، وسيكا بيروح يبص على الجدول بتاع المباريات. بيكتشف ان اول مباراه هتكون بتاعته وميعادها هيكون بكره. بيعرف كمان انه لو فضل يفوز هو وميبل في كل الجولات بتاعتهم فهيتقابلوا في نص النهائي. ده اكيد في ان في الموضوع ده. بيقرر بعدها يوزع كام اياشي كده في المدينه علشان يشوف لو في اي حاجه مش تمام بتحصل. بيجهز نفسه تاني يوم وبينزل على المعركه بتاعته. بيدخل على الحلبه بكل شجاعه، والمعلقه والكل بيهتفوا له. بعدها بيدخل الخصم بتاعه، واحد من المرتزقه او قطاع الطرق، وعنده حقد كبير ناحيه النبلاء. بيستهزأ بسيكا علشان لسه صغير، وبيقول له ما تقلقش هخلص عليك بسرعه. سيكا قال له انا مش كويس النهارده وعاوز انام، فانجز بقى علشان هكسرك. الواد اتعصب جامد، هجم على سيكا بكل قوته، بس الواد بيبدل نفسه بواحد من العيش بتوعه بيظهر وراه، وفي اقل من ثانيه هوبا طريق السلام انت. المعركه الاولى بتخلص وسيكا بيفوز في القتال بتاعه، وكل الجمهور والناس اللي بتتفرج ما كانوش مصدقين اللي حصل. ده ايه العظمه ديت؟ بعدها سيكا بيخرج وبيقعد مع اصحابه علشان يتفرج على الماتش اللي بعده. وبالفعل القتال التاني بيبدا، والمقاتل الاول بيدخل ولد كده شعر ازرق وشكله ساحر ماء قوي جدا، بس في المقابل كان خصمه واحد من رابطه تجار العاصمه اسمه كايل، ووشه مشؤوم جدا وتحس انه قاتل متسلسل كده. بيدخل الاتنين على الحلبه وبيستعدوا للقتال. الواد ابو شعر ازرق لسه هيرفع ايده ويضرب التاني، لقى جسمه كله واقف. كايل هو كمان اتقدم على الواد بكل ثقه، قرب من جسمه خالص وهوبا قتله. ده ايه القسوه ديت؟ المعركه بتخلص وكايل بيفوز في النزال. سيكا بقى في الوقت ده كان واقف وبيتفرج، بيحاول يعرف ايه اللي حصل. بيستنتج ان كايل هو كمان مستخدم ارواح زيه، وعنده قدره عين الشر واللي بتثبت الخصم عن الحركه، وشكله هيتعبه جدا في القتال يا صديقي. المهم بعد فوز سيكا في الماتش الاول بتاعه بيدخل بعدها علشان ينافس مقاتل تاني. بيطلع على الحلبه فعلا، وايفا وميرا بيشجعوه من المدرج، وبيكون قتاله المره دي ضد البنت دي، واللي كانت جهزت له آلة مقاومه للسحر وعماله بتتفشخر بيها. بتقول لسيكا انت حظك وحش جدا، الآلة ديت مقاومه للسحر وانت اصلا ساحر، انت كده كده هتخسر ومش هتقدر تعمل معاها اي حاجه. بس انت بقى متخيل انه مش هيقدر يا صديقي؟ لا والله، الواد بيستخدم قوته وبوم بيكسرها. بيتقدم بعدها على البنت ديت وبيقول لها ها عاوزه تكملي ولا ايه؟ البنت بعدها بتترعب وبتستسلم، ورسميا سيكا المنتصر في المباراه. بعدها بيطلع على ايفا وميرا وبيحيوه على انتصاره، بس ايفا كانت قلقانه عليه جدا، وده لانها بعد ما شافت كايل بيقتل في اللي ضده كانت خايفه عليه لا يعمل له حاجه هو كمان. الواد طبعا بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش عليا انا مش هخسر. في الوقت ده بقى كانت دخلت
ميبل على الحلبة. الحكم رصهم واستعدت هي واللي ضدها علشان يتنافسوا، وكان الشخص اللي ضدها ساحر أرض قوي جدا ويحمل في ايده رمح سحري. بيبدأ القتال ما بينهم فعلا، وميبل كانت قوية جدا وقدرت انها تقطع الرمح بتاعه وانتصرت عليه بكل سهولة. وبعد القتال بتاعها بالليل بقى كان في واحد من الحكام كده رايح على حمامة وبيبعت معاها اخبار مهمة، بيطيرها من هنا وبوم الصقر مسكها. سيكا كمان ظهر وراه بيقول له ايه يا عم اللي مصحيك بدري كده، انت بتلم لبن ولا ايه؟ الراجل عمل نفسه من بنها ومشى من غير ما يتكلم، بس مرة واحدة بيلف على سيكا علشان يقتله. الواد بياخد باله بسرعة وبيكتفه، بيقول له بعدها هتقولي على كل اللي تعرفه حالا، انت عميل للشياطين صح؟ انت لازم بقى تقولي كل اللي اكتشفته دلوقتي. الراجل بيقول له انت مفكر اني اقول لك حاجة؟ دي على جثتي يالا. سيكا بيقول له طب تمام قوي كده. بيستدعي بعدها واحد من القاشي بتوعه شكله مرعب جدا وعنده القدرة على قراءة العقول، بيستخدم قوته على الشخص ده، بيكتشف منه كل حاجة، بيعرف كمان ان الشياطين هي اللي بعتته علشان يعرف اسم البطلة ويقتلها، وعلى حسب المواصفات اللي عنده فهو بيفكرها ميبل، وده لانها قوية وشعرها احمر وليها نفس اسم البطلة الاولى. سيكا بيتصدم، بيفهم الحوار كله، بيشكر القاشي بتاعه على المعلومة اللي عطاها له ديت، وبعدها بيقول له كمكافأة ليك كل الواد ده. القاشي قال له تمام، اكله فعلا، والواد كان مرعوب جدا وما قدرش يعمل اي حاجه. بعدها بقى سيكا بدأ يفكر في ايه اللي المفروض يعمله، بيتوصل لكذا حل في دماغه ولكن لسه مستني حاجه. بعدها بقى بيستمر كل من ميبل وسيكا وكايل في الانتصارات، بيوصلوا الربع النهائي. كايل هيلاعب الولد ده وميبل هي اللي هتقاتل سيكا. بتقابله وهي خارجه كده بعد المعركه بتاعتها وبتقول له انت لازم تنسحب، انصحك ما تكملش قتال. سيكا طبعا ما بيفهمش كلامها وبعدها بتسيبه وتمشي. تاني يوم بقى كان بدأ القتال بتاع كايل مع الشخص ده واللي المفروض بيعرف يستخدم كل العناصر وعنده قوة كبيرة جدا يا صديقي. بيبدأ القتال ما بينهم والواد ده بيستخدم عنصر النور على نفسه علشان هجمات كايل ما توصلوش، وكده عين الشر بتاعته مش هتقدر تثبته والواد ده هيقتل براحته. بيفكر نفسه بقى عمل حاجة ولكن بوم بيتفاجئ بكايل داخل عليه. الواد بيستخدم عليه كل التعويذ بتاعته بس مفيش حاجة قادرة توصل له، كل هجماته بتخيب وكايل بيتقدم اكتر. الواد خلاص هيعملها على نفسه، بيستخدم كل سحره، بيصنع مجموعة من الغلم علشان يقتلوه بس كايل بيستخدم سحره هو كمان وبيفرتكها. الواد بيستغل انشغاله، بيطير عليه علشان يقتله بس بوم كايل بيثبته، بيرفع السيف بتاعه، كان خلاص هيقتله بس الحكم بيصفر وكايل بيفوز في القتال. وكده ما عادش غير قتال بكره واللي هيفوز فيه هو اللي هيواجهه في النهائي. المهم بقى بالليل واثناء ما كان سيكا رايح ينام ويستعد لبكره بيتفاجئ بحد واقف على السطح وبيحدفه بحاجه كده. الواد بينقذ يوكو بسرعه، بينط من الشباك وبينزلوا على الارض. بيبص كده بيلاقي ميبل هي اللي بتحاول تقتله. ايه يا ست ما تستني لبكره، انت مستعجله على القتال كده ليه؟ بس ميبل مش شايفه قدامها، بتحاول تضربه بسرعه بس الواد بيفادي هجومها بسرعه وبيضربها هو، وواحد واقف كده بيقاطع قتالهم، فميبل بتخوفه بسلاحها وبعدين بتهرب. سيكا بعدها بيقول طالما هي جات لنا في زياره فاحنا لازم نرد لها الزياره ديت. بيلبس بسرعه حاجاته وبينطلق الى مكانها. في الوقت ده بقى كانت ميبل واقفه كده عماله بتفكر في ماضيها. سيكا بيشوفها وبيقول لها مالك في ايه؟ البنت بتترعب جدا، بتاخد وضعيه الدفاع بتاعها. سيكا بيقول لها يا ستي انا جاي اتكلم معاك مش اكتر. بيقعد عند النافوره ديت وبيقول لها يلا احكي لي انت هجمتي عليا ليه؟ ميبل بتقول له كده مش هنتعارك دلوقتي يعني؟ فسيكا قال لها على حسب اجابتك انا اللي هحكم. فميبل قالت له انا كنت عاوز اجرحك مش اكتر، وده علشان تخسر في القتال بكره وقاتل انا كايل في النهائي. انا اصلا لو واجهتك بكل قوتي مش هخسر بس مش هظهرها غير في اخر ماتش بس. سيكا بيقاطع كلامها وبيقول لها انت بديله الميرا صح؟ دخلوكي بدلها وغيرتي لون شعرك كمان علشان كده، وبتحاربي علشان يفكروك البطله صح ولا لا؟ ميبل بتتصدم وبتقول له انت عارف كل ده ازاي؟ فسيكا بيقول لها مالكيش دعوه. ميبل بعدها بتكمل كلامها وبتقول له هم عاوزين نموت في النهائي على ايد كايل علشان الشياطين والكل يرتاح بان البطله ماتت، وعلشان كده مديره المدرسه بعتتني وما بعتتش ميرا. سيكا بيفهم الحوار كله، بيقول لها طب انت ايه هدفك من القتال ده؟ باين عليك انك بتجري ورا حاجه تانية. فميبل بتتأثر من كلامه، قالت له ايوه هم عاوزين نموت على ايد كايل في النهائي بس انا مش هموت، لا انا اللي هقتله. سيكا بيسألها عن السبب. البنت بدأت تحكي له، قالت له وانا صغيرة كان عندي 3 صحابي وكان من ضمنهم كايل. اخدتنا رابطة تجار العاصمة في يوم وعشنا مع بعض دايما، امرونا هناك نهتم ببعضنا ونساعد بعض على كل حاجة، ولكن واحد بس من ال4 هو اللي هينجح في الاختبار بتاعهم. اختاروا مننا كايل
ميبل وعملوا عليه عملية في دماغه بتخليه يفقد كل أحاسيسه ويسمع الكلام مش أكتر، وبكده هيكون أداة للقتل لا غير. ولكن علشان يتأكدوا من وفائه أمروه يقتل الثلاثة اللي كان عايش معاهم، وهو فعلا قتل 2 من صحابنا وكان خلاص هيقتلني، بس الرابطة بتبيعني للمدرسة بتاعتكم علشان تدخلني البطولة ديت، وكاي اللي يقتلني في النهائي. منها هيتأكدوا ان هو بقى أداة ليهم، ومنها هيجيبوا له شغل ويبقى الناس عرفت بقوته. سيكا بيقول لها الكلام بتاعك كله تمام، ولكن اللي مش تمام حاجة واحدة، وهو ان كايل اخوك مش صاحبك، انت ليه عاوزة تقتليه؟ ميبل بتقوله ان كايل قبل ما يتحول كان قعد معاها وكلمها، قال لها لو الرابطة غيرت شخصيتي وما بقتش زي ما انا عاوزك تحرريني. فميبل قالت له تمام. بتكمل كلامها بعدها وبتقوله انا اصلا اخدت القرار خلاص وهقتله في النهائي، واللي هيجي بعدها مش هيفرق، كده كده انا هموت. سيكا بعدها بيقوم كده وبيقول لها خلاص انا غيرت رأيي، انا اللي هفوز بالنهائي. ميبل بتقول له يا عم انت بتقول ايه؟ انت ما كنتش سامع اللي انا بقوله ولا ايه؟ سيكا قال لها انت مش هتموتي، محدش هيقدر يكلمك. البنت بتزعق وبتقول له انت مش فاهم حاجه، انا حتى لو فزت الرابطه هتبعت ناس علشان تقتلني، انا خلاص القطر فاتني وهموت زي اللي قبلي، وحتى لو عشت انا مش عارفه انا هعمل ايه اصلا. سيكا قال لها هترجعي معايا الاكاديميه ومحدش هيقدر يبصلك طول ما انا جنبك. فميبل بتقول له مفيش الكلام ده يا عم، انت مستحيل تقدر تحميني، انت اصلا مش هتعرف تفوز عليا. سيكا قال لها طب تمام، بكره في المباراه بتاعتنا انا هعرفك ان الاقوى. بالفعل تاني يوم بيكون موعد القتال بتاعهم، الاتنين بيدخلوا على الحلبة بيستعدوا للقتال. ميبل بتدخل بالسلاح الاسطوري بتاعها وبتكون مستعدة علشان تقاتل بكل طاقتها. الحكم بيقول لهم ابدأوا، والبنت بتطير عليه في ثانية، بتهجم عليه بكل شراسة، مش مديها فرصة يرتاح اصلا. سيكا بياخد باله من سلاحها، بيعرف انها مخففاها بسحر الجاذبية، بيضربها بشوية حجر كده وبيشتت انتباهها، بعدها بيكتفها بالنبات ده. البنت بتقطعه، بتطير عليه علشان تضربه، بس كل ده كان لعبة اصلا. بيثبت لها السلاح ده، بيثبتها هي كمان بعده، بيتقدم عليها، بيشيل السلاح منها، بيرفعه كده على رقبتها، والحكام بعدها بيحكموا بفوزه، وكده رسميا هو اتأهل للنهائي. بيقولوا هو خارج بعدها كده ما تقلقيش انا اللي هكسب الماتش اللي جاي. وفعلا الماتش بيبدأ. كايل وسيكا بيدخلوا على الحلبة، ايفا وميرا كانوا بيتفرجوا قلقانين عليه جدا، باقي الجمهور كان بيشجع كايل ومستنيين يشوفوا نهاية المعركة ديت. الحكم بيعلن بداية القتال وبيقول لهم ابدأوا. بالفعل بدأ القتال فعلا. سيكا بيقول لكايل انا اسف علشان اختك مش هي اللي بتلعبك. كايل قال له دي هتبقى مشكلة، انا لازم اقتلها، بس ما علينا طالما هي عايشة فهعرف اقتلها في اي وقت. سيكا بيتعصب جامد من كلامه، بينشر بخار احمر في كل الحلبة. كايل مش فاهم ايه اللي بيحصل، بيتقدم برضه. سيكا بيجرب عليه شوية تعويذات كده بس مفيش حاجة بتوصل له. ساعتها بقى الواد قال له تمام قوي كده، بيستخدم قوته، بيستدعي واحد من العيش بتوعه علشان يقتله. كايل ما عندوش اي احساس، مش فارق معاه اللي هيقتله، بيحاول يضرب الوحش ده بس اخرك فاضي يالا. هي ضربة واحدة كسرت عظمه جابته الارض. الوحش ده ما بيهزرش، وسيكا بعدها بيشكر العيش ده وبيرجعه. بيتقدم بعدها على كايل علشان يشوف ماله، بيبص عليه من هنا وبوم بيلاقي لعنة اتفعلت عليه من هنا. الواد بيترعب، بيعمل حاجز علشان يمنع اللعنات توصل له، ولكن برضه كايل متأذي جدا. التجارب عليه اثرت على جسمه، واللعنة هي كمان خلته يجيب اخره. سيكا في الوقت ده ما كانش عارف يعمل ايه، مستني يسمع اي حاجة منه. بيلاقي كايل وقتها بيمسك دراعه كده، بيقول له انا عاوزك توصل لميبل رسالة، قول لها انا اسف، ووصل لها كمان الجملة ديت. وبعدها بيغمى عليه قدامه. سيكا في الوقت ده بيلاحظ ان كايل لسه ما ماتش، لسه له وقت عما ينتهي. بيتعصب وبيفعل كل طاقته، بيقول مش هسيبه، بيستخدم تعويذ كتيرة في نفس الوقت وحرفيا طاقته مرعبة. في الوقت ده كانت يوكي مستغربة من اللي سيكا بيعمله، عمالة بتهدي فيه، بتقول له ما تنساش انت مت ازاي في العالم اللي فات، بتطلب منه يوقف. قالت له لو ساعدت الشخص ده اكتر من كده العالم كله هيعرف بيك، هترجع زي ما كنت في العالم اللي فات، انت لازم تهدى دلوقتي. سيكا وقتها بيفتكر كل اللي حصل له قبل كده، بيرجع عن اللي في دماغه، بيسيب كايل يموت وبيخفي جثته. الضباب بعدها بيروح وبيقول للحكام انه اجهز عليه وما سابش اي اثر منه. بعدها المسابقة بتنتهي وسيكا بيفوز في النهائي، بياخد المكافآت بتاعته. وبعدها بيروح يدفن كايل هنا. ميبل هي كمان بتروح له، بتقول له ما تشغلش بالك ولا تزعل نفسك علشان قتلته، اخويا اصلا مات في اليوم اللي عملوا التجارب عليه. سيكا بيتأثر جدا من كلامها، بيقول لها على الرسالة اللي كايل قالها لها، قال لها اخوكي قال لي انا اسف على دبوس الوردة بتاعك. البنت وقتها بدأت تعيط جامد، قالت له هو كسر لي الدبوس ده قبل العملية بتاعته بيوم، زمانه كان يقصده. سيكا بعدها بيتأثر جدا بدموعها، بيقول لها تعالي يلا على
الأكاديمية. ميبل بتفرح جدا من كلامه، بتقول له تمام. بياخدها بعدها وبيقابلوا ميرا وإيفا هناك، بيحكوا لهم كل حاجة بالتفصيل، وميرا بتسامح ميبل على كل حاجة وبتحبها كمان. بعدها بيرجعوا بعدين على الأكاديمية وكله تمام التمام. بس فجأة سيكا بيروح على المديرة كده وبيسألها، بيقول لها انت كنت عارفة كل حاجة صح؟ فالمديرة بتضحك كده وبتقول له انت عرفت ولا ايه؟ قال لها ايوه، ولازم تفسري لي كل حاجة. المديرة بدأت تحكي له، قالت له رابطة تجار العاصمة بعتوا ميبل عندي على امل انها تتقتل في النهائي. انا طبعا في الاول وافقت علشان احميها واخبيها هنا، ولكن بعدها لقيتها عاوزة تدخل المسابقة علشان تصفي الحساب مع كايل اخوها، وما قدرتش امنعها طبعا. ولكن بعدها وصلت لحل مثالي، وهو ان استخدم ورقة الربح هنا في الأكاديمية، وهو انت يا سيكا. وبالفعل انت عملت كل اللي انا عاوزاه وزيادة، وقتلت كمان المقاتل بتاع التجار. انا فرحانة جدا. سيكا بعدها بيتصدم وبيقول لها وانت كنت منين عارفة ان انا هفوز؟ المديرة بعدها قالت له انا عشت اكتر من 300 سنة، ما تستقلش بحكمي على الناس. الواد طبعا بيتصدم انها عجوزة كده وبيقول لها طب سلام يا ستي، فبتقول له سلام. بعدها بقى الكل بيعيش في سلام، وميبل بتدخل على الأكاديمية وبتنضم لسيكا واصحابه. ولكن هل الدنيا هتهدى على كده يا صديقي؟ لا والله. فبعد كام يوم سيكا بيجوله مهمة من احدى الدول، والمهمة ديت اصلا كانت بتاعت ابوه، ولكن بسبب انشغاله طلب من سيكا يعملها بداله، وده علشان هو عنده ثقة في ابنه يعني. وسيكا في الوقت ده كان عمال بيتناقش في المهمة ديت هو والبنات صحابه. ولكن فجأة الامير بذات نفسه بيدخل المدرسة عليهم، بيقرب منه بيقول له كنت فين يا عم؟ بدور عليك من الصبح، انت هتيجي معايا علشان تشوف المهمة ديت. فسيكا قال له تمام انا عارف. بس وهم في نص الكلام كده الامير بيشوف ايفا، البنت عجبته جدا، ما استناش حتى سيكا يكمل كلامه وقال لها انت حلوه كده ازاي؟ ايه رايك تتجوزيني؟ الكل طبعا بيتصدم، وايفا ذات نفسها بتتصدم، بترفض طلبه بادب وبتقول انا اسفه بس انا عبد عند سيكا ومش هينفع اتجوزك. الملك وقتها بيقول له خلاص يا عم حدد سعرها وانا هشتريها. سيكا لسه هيفحمه، فراحت البنت اللي مع الملك موقفاه وقالت له ما ينفعش نتكلم هنا، يلا نروح على مكان تاني. بالفعل بيقعدوا في مكان هادي بيتناقشوا في المهمة ديت. الامير او الواد ده بيقول ان في تنين كان موجود في البلد دايما، كان على طول بيساعد المدنيين هناك، بيحارب معانا في معاركنا والدنيا تمام. بس مرة واحدة التنين ده هاج وبقى بيهجم على المدينة يوميا، وانا عاوزك يا عم سيكا تيجي علشان تشوف المشكلة ديت وتحلها لو تعرف. فسيكا قال له اتفقنا، وبعدها سابهم ومشى. واثناء ما كان ماشي كده ميرا وميبل بياخدوه في جنب وبيقولوا له يا عم انت ناوي تسيب له ايفا ولا ايه؟ انت لازم تخلي بالك علشان هي حساسة وما تجرحش مشاعرها باي كلمة. فسيكا قال لهم ما تقلقوش خلاص انا هتصرف. وفعلا بعد كام يوم بيتحركوا، والظاهر ان الامير كان بيحاول يخلي ايفا تركب معاه العربية ويتقرب منها اكتر، بس هي رفضت. المهم بيوصلوا اخيرا على حدود الدولة بتاعته، وسيكا بعدها بيتفاجئ بالتنين فعلا، لسه ملحقش يبص عليه وهوب التنين هجم عليهم وقعهم في ثانية. ولكن فجأة واحد من المرتزقة بيستخدم سحره، بيطلع نمر بركاني بيهجم على التنين ده وبيبعده فعلا. بس النمر ما بيهداش برضه بعد ما التنين بيهرب، بيجري بعدها على ايفا علشان يقتلها. البنت وقفت مكانها وما عرفتش تتحرك. سيكا بسرعة لحقها، النمر بيحاول يفك نفسه خلاص هيطلع، بس فجأة صاحبه بيجي بيقيد النمر ده علشان ما يهكش اكتر. الملك بعدها بيهزقه وبيقول له انت عبيط يا ابني، النمر بتاعك ده كان هيأذي ضيوفنا وهم لسه ما دخلوش الدولة حتى. الواد ده بيقول له اصله جعان يا عم علشان ما اكلش بس من كام يوم، وما تقلقش انا بعدته خلاص. سيكا وقتها بيتعصب من رده، ما بيسكتلوش، بيسأل الملك هو جايبه من انهي داهية. الملك بعدها بيقول له دول جماعة من المرتزقة، هو اجرهم لقتل التنين ده وده قائدهم زكت. سيكا بعدها بيقول له تقتله ليه يا عم؟ مش لما تعرف المشكلة الاول تشوف هتحلها ازاي؟ انت كنت بتقول ان التنين ده على طول بيساعد الدولة، مش يمكن حد بيحرضه على كده؟ زكت وقتها بيتعصب من الكلام وبيقول له انت مالك يالا، خليك في حالك احسن لك. سيكا ما بيسكتلوش وبيقول له انت مين اصلا؟ بص كده احسن لك لما حيواناتك الاليفة ديت بعيد عني علشان لو شفتها المرة الجاية مش هرحمها. الملك بيتدخل ما بينهم بالعافية، بيوقفهم، بيهزق زكت بعدها على اسلوبه وبيخليه يمشي. بيسأل سيكا برضه عن سبب تعامله كده، فالواد قال له انا ما اقدرش اسكت بعد ما ايفا تعرضت للخطر. بيروح لها بعدها وبيقول لها انت ليه ما استخدمتيش سحرك ودافعت عن نفسك؟ البنت زعلت جدا وقالت له علشان انا اتفاجئت. سيكا كان متعصب جدا وقال لها يعني لما تموت او يحصل لك حاجه هيبقى حجتك انك اتفاجئتي؟ انت لازم تاخدي قرارك في نفس الوقت اللي بتتهاجمي فيه، ولا مفكره اني هكون جنبك دايما واساعدك؟ البنت ما قدرتش تستحمل الكلام ده وعيطت قدامه. بتصعب على الامير بعدها، بيروح عليها وبيدافع عنها منه. سيكا بيقول له مالكش دعوه انت، الكلام
ده ما بينا وبياخدها ويمشوا. وطبعا هو بيعمل كده علشان بيخاف عليها ومش عاوز يخسرها زي ما خسر اخوه في حياته السابقه بعد عدم حركه برضه في موقف زي ده. المهم ما علينا يعني. تاني يوم بقى بيبدا سيكا وايفا يقراوا كتب عن التنين ده وبيكتشفوا معلومات مهمه، واللي من ضمنها ان في موقف زي ده حصل من 150 سنه، وده بعد ما التنين طلع بيضه وبدا يحرسها واحتاج كده وعمل نفس الموقف ده بالظبط. وبكده سيكا لازم يروح على الجبل علشان يشوف التنين ده ماله. فايفا بتقول له طب وانا هاجي معاك ولا لا؟ الواد قال لها المكان هيكون خطير عليكي ولازم اروح الاول لوحدي. فالبنت بتقول له تمام. المهم بعدها الوقت بيعدي وسيكا بيجهز شويه حاجات كده لبكره. بيتفاجئ بالباب بيخبط وايفا واقفه بره. بيقول لها مالك ايه اللي حصل؟ البنت مرعوبه. قالت له الملك قال لي تعالي من شويه عند اوضتي وانا رفضته بادب وخايفه بات لوحدي. سيكا بيتاثر جدا من كلامها وبيقول لها خلاص تعالي نامي هنا وما تقلقيش من حاجه. فبتقول له تمام. وفعلا بيناموا هما الاتنين كل واحد فيهم في جنب. سيكا بيقول لها انت ايه رايك في عرض الامير ده؟ ايفا ما بتاخدش بالها من كلامه وبتقول له انا اسفه على الغلطات اللي عملتها النهارده، اوعدك مش هتتكرر تاني. سيكا بيقول لها ما تتاسفيش يا ستي، انا اقصد ايه رايك في عرض الجواز من الامير؟ هو عجبك ولا ايه؟ ايفا قالت له انت ايه رايك انت؟ عاوز نوافق ولا لا؟ فسيكا قال لها القرار بايدك انا ماليش دعوه. البنت بعدها بتزعل وبتقول له تمام. بعدها الصبح البنت بتكون قامت بسرعه وما لقاهاش جنبه. بيطلع الامير بره بيعرفه ان هو هيروح على الجبل علشان يشوف التنين هناك. الامير بيقول له بس المكان هناك خطير وممكن ما تعرفش ترجع. فسيكا بيقول له ما تقلقش عليا انا شويه وراجع. الامير بعدها بياخد باله انه لو مشى كده هيكون لوحده مع ايفا وهيعرف يعمل اللي هو عاوزه. فبيقول له خلاص يا عم اتفقنا بس خلي بالك من نفسك. فسيكا بيقول له تمام. بعدها بيروح على ايفا وبيودعها وبعدين بينطلق الى الجبل. في الوقت ده البنت دي بتستغل ان سيكا مش هناك وبتروح على ايفا وبتقول لها انا عاوزاكي تتجوزي الامير، هو لسه صغير بس انا وعدك انك هتتعاملي هنا احسن معامله ومحدش هيزعقلك كده. تقصد زي ما سيكا زعق لها قدامهم امبارح. بتمد لها ايديها بعدها كده وبتقول لها تعالي معايا اخدك جوله جوه القصر هنا واعرفك هتتعاملي ازاي لو وافقتي. بتاخدها فعلا وبتوريها كل حاجه هنا. بتعرفها ان البنات الموجودين هم بنات عائلات غنيه وهيتم معاملتها زيهم لا واحسن منهم كمان. بتخليها تتفرج على كل حاجه وبتقول لها ها قررتي على ايه؟ ايفا بتسكت كده وما بتردش عليها وباين عليها زعلانه جدا. في نفس الوقت ده بقى كان سيكا وصل على مكان التنين في اعلى الجبل. بيشكر القاش اللي وصله هنا وبينزل على التنين ده. التنين اول لما بيشوفه بيتعصب وبيهجم عليه علشان يبعده بس سيكا بيستخدم قوته عليه وبيحبسه في مكانه. بيروح بعدها على العش بتاعه وبيلاقي اللي كان متوقعه. ايوه التنين طلع بيضه زي ما حصل قبل كده وعلشان كده بيهيج تاني. سيكا بيفكر يعمل ايه في الموقف ده علشان يساعد التنين ويخليه يرجع لصف الدوله تاني. بيفكر وبيعصر في دماغه وبتجيله فكره جباره. بيولع شويه نار كده جنب البيضه علشان البيضه تتدفى وبكده الحراره بتاعتها هتظبط والنار كمان هتبعد الحيوانات عنها وحتى التنين مش هيحتاج يحرسها. في الوقت ده كان التنين عجبه الحوار جدا، اخد سيكا جنبه وبقوا صحاب. في نفس الوقت ده كانت ايفا ماشيه مع البنت دي وفجاه بتلاقي الملك جاي بتابع ليه ومأذون وناوي يتجوزها بالعافيه. بيقول لايفا بعدها بعد ما تمضي على الورق ده هتكوني حره وهينفع نتجوز دلوقتي، وحتى لو سيكا هو اللي منعك فده تمن تحريرك. وطبعا هو كده كده هياخد الفلوس زي غيره. ايفا بتستنجد بسيكا في سرها بترفض العرض بتاعه. قالت له مين قالك اني عاوزه اتحرر؟ انا مش عاوزاك. الملك بيتعصب منها وبيأمر الحراس يمسكوها. ايفا بتحاول تدافع عن نفسها وبتفعل قوتها ولكن البنت دي كانت اقوى وصدت الهجوم بتاع ايفا. الكل بعدها بيتجمع على ايفا الغلبانه بيحاولوا يخلوها تتجوز الامير بالعافيه. بيعوروها في ايديها. خلاص بيقربوا الورقه وهتمضي على العقد قدامهم. ايفا مش قادره تعمل اي حاجه. بتنادي على سيكا من قلبها وبوم الواد بيسمع الكلام فعلا بيكسر الحاجز بتاع البنت دي. بيظهر بعدها وهو راكب التنين ده وبيقول لهم ما تقلقوش كده الوضع تحت السيطره. ولكن هو ما بيفهمش الوضع اللي ايفا فيه وبيقول لها تعالي معايا اخدك لفه على ظهر التنين ده. البنت وقتها من فرحتها دموعها بتنزل بتجري على حبيبها علشان تمسك ايده. بيركبوا هما الاتنين على التنين ده وحرفيا الفرحه مش سايعاها. الواد بعدها بياخدها على مكان عش التنانين وبيوري لها البيضه بتاعته. ولكن فجاه وهم واقفين زيكت بيفعل كتابه وبيخلي النمر يهجم عليهم. سيكا بياخد باله بيثبت النمر ده بيقول له انت هبل يالا ولا ايه؟ انت مش شايف ان التنين بقى مسالم وكنا كمان راكبين على ظهره؟ انت شكلك عبيط يالا. زيكت قال له انا ماليش دعوه بالتنين اصلا، انا كل اللي عاوزه البيضه بتاعته. والامير العبيط ده صدق اني عاوز احمي البلد فاخدته على قد عقله. بعدها زيكت بيأمر النمر يهجم عليهم ويقتلهم. سيكا في الوقت ده كان لسه رايح علشان يخلص على الوحش ده ولكن بوم بيتفاجئ بالنمر وهو طاير من مكانه ومحذوف
في السماء. ايوه يا صديقي، ايفا خلاص ما عادتش هتسكت وهتكسر اللي قدامها. زيكت بعدها بيأمر الجنود والنمر يهجموا عليهم، بس انت بقى متخيل انهم يقدروا يعملوا حاجه يا صديقي؟ لا والله، سيكا بيستخدم عليهم نار بيضه كده وبيمحيهم من الدنيا. بيستهزأ بزيكت بعدها وبيقول له هوريك الويل دلوقتي. الواد بعدها بيتعصب جامد، بيكون خلاص هيستخدم كتابه السحري، وهوبا ايفا ولعت فيه. التنين هو كمان بيخوف بقى اتباعه وبيخليهم يهربوا، بس طبعا على فين يلا سيكا بيمسكهم، وبكده الكل اتهزم. بعدها بقى ايفا بتبص لسيكا كده وبتقول له ايه رايك في ادائي؟ الواد طبعا كان انبهر من سرعه ردها، مدحها على القتال ده، والبنت كانت في قمه السعاده وجمال جمال والله. المهم بعدها بيرجعوا على الامير وبيحكوا له على كل اللي حصل. الامير بيفهم الوضع وبيخلي الجنود بتوعه يقبضوا على زيكت واتباعه، بس الامير ده كان باين عليه مستاء جدا، وده لانه عاوز يكون الملك القادم للدوله، وكان عاوز يقتل التنين ده، وبعد ما يقتله الشعب هيفرح بانجازاته وهيخليه الملك عليهم. بس للاسف التنين طلع مش مذنب، وكده الانجاز المزيف بتاعه هيروح. فبعدها بيطلب من سيكا ان هو يقتل التنين ويكمل في مسرحيته علشان يغفل الشعب بتاعه، بس سيكا بيرفض طلبه وبيقول له انا اسف انا مش هعمل كده. ووقتها الامير بيتعصب جامد، بيخلي الجنود يقبضوا عليه، بيلبسوا تهمه تحريض التنين على الهجوم على المدينه، وشكله اتجنن يا صديقي. بيتقدم بعدها على ايفا وبيقول لها سيبك من سيدك المريب ده، تعالي معايا هنا هخليكي مواطنه عندي في البلد وهتعيشي بحريه وهتعملي كل اللي انت عاوزاه. ووقتها سيكا بينفجر غضب منه، بيقول له انت اهبل يا ابني ولا ايه؟ رافض تعترف بغلطك وبتحاول تلبس لي تهمه مش بتاعتي علشان تقرب من ايفا مش اكتر. انت عارف يالا انا مستحيل اديها لواحد زيك، انت عيل مالكش لازمه، ولو ما هديتش دلوقتي هكسركم كلكم. وقتها البنت دي بتهدد كله وبتقول لهم سيبونا نسمع راي ايفا الاول. بتقول لها راي كيف الملك؟ ايفا بترد على الملك لاول مره فعلا، وبتقول له انا مش عاوز اتحرر، ولو حتى انا كنت حره وانت عرضت عليا الجواز فانا مستحيل اوافق بواحد زيك. الامير طبعا بيتحرج والجبهه حرفيا اتخسفت يا صديقي. بعدها البنت دي بتعتذر من سيكا على اللي الامير عمله وبتاخد ايفا على بره، بتقول لها انت بتحب سيكا ولا ايه؟ فايفا باحراج بترد عليها وبتقول لها ايوه بحبه. البنت دي قالت لها ما خلاص كان لازم ترفضي من الاول. بتخليها تمد ايديها كده وبتدي لها شويه ارواح من النور بتاعتها، والارواح دي عندها قدره علاجيه وبتشفي ايديها في ثانيه. ايفا طبعا بتشكرها على كده وكانت في قمه السعاده. المهم بيرجعوا بعدها على المدرسه والدنيا تمام التمام، بس للاسف في الوقت ده كان في مجموعه من قاده الشياطين اتجمعوا في الغابه دي ومتجهين الى اكاديميه السحر من اجل القضاء على ميرا واباده جميع الطلاب هناك. الاربعه دول عندهم قدرات خارقه وبيمسكوا اي حد وبيكسروا عظمه في ثواني. كانوا في الوقت ده زانقين مغامر قوي جدا مبهدلينه ضرب، الواد حرفيا هيعملها على نفسه. بياخدوا منه المعلومات اللي هم عاوزينها وبعدها بيتجهوا الى مكان المدرسه اخيرا من اجل القضاء على البطله. المهم لحد هنا بيخلص الجزء ده. لو عاوز تعرف ايه اللي هيحصل في الحلقه الجايه اكتب لي في التعليقات يا صديقي، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، ويلا سلام سلام سلام.